صباح العسل يا جماعة، حيرة كل يوم ودوامة كل يوم وتعب كل يوم، كل الأمهات وكل الستات. ازيك يا ستي، عاملة ايه؟ أنا عارف إن أنت كل يوم بتتعبي، كل يوم بتعملي الغسيل وكل يوم بتعملي الأكل وكل يوم بتروقي البيت، وأكيد مش أنت لوحدك اللي كده، ده أكيد كل الستات اللي في مصر واللي في العالم كله نفس الكلام. لا بس نيرة عاملة عليا تأثير جامد برضه. ما هي نيرة مقصرة مع ستي عشان خاطر بتروح الدروس ومش عارف ايه، فستي محطوطة لوحدها في شغل البيت. دلوقتي ما بتجيش إلا على الفطار. بصراحة يعني الله يعينها هي كمان، لان اصلا الثانويه صعب. انا شايف ان الساعه 3 وانت لسه ما عملتيش اكل، وانت مش عارفه احنا هنعمل اكل ايه ولا هناكل ايه. والله يا زياد انا محتاره، انا حتى اكلي تعالى اوريهولك. انا محتاره اعمل اكل ايه النهارده. انا من غسيل لاكل للنشير لدعك المواعين مطلعه اكل، بس محتاره اعمل اكل ايه. انا شايف ما شاء الله ان انت مطلعه رقاق ولحمه مفرومه وخضار وحاجات. محتاره اعمل اكل ايه. ان كنت يعني مش عايزين الاكله دي شور عليا. طب اقترح عليا كام اكله كده وانا اختار منهم واحد. انا شايف ان في رقاق. اولا انا بحب الرقاق. في لحمه معصجه دي لسه واكلينها من كام يوم. اللي هي بتطش بالسلطه دي. لا غيرها لسه واكلينها. ورقاق باللحمه. خليك جدك جاب لي اللحمه اهي ان شاء الله، وجاب لي حاجه السلطه، وانا عندي الرقاق وكل حاجه موجوده. لا انا عندي ان انت تعملي النهارده رقاق باللحمه المفرومه. اعمليه. ما دي هتتعصب مع السلطه بقى، اوعى وشك هتبقى جامده. دي اكلتي المفضله يعني خلاص. اعملوا انا كنت محتار، انا بنشر وقلت ايه يا رب يسهل لي حد، ليس اقول لحد اعمل اكل ايه. مش لاقي حد تاخدي رايه. عارف كنت هعمل ايه؟ ايه؟ يحيى بيحب العدس. وانا بحب العدس على بس فكره. في حد بيعمل عدس في رمضان؟ مش عارف، بس عادي يعني اكله زي اي اكل. هي بتبقى شوربه عدس في رمضان. انا عن نفسي عادي، ما بيفرقش معايا في رمضان او في الصيف، في اي وقت باكله عادي. لا انا اللي اعرفه في رمضان بالذات بتبقى شوربه، الناس بتشربها كده جنب الاكل، اما اكله وجبه كامله لا. لا بس ما دام انت عايزه تعملي اكل النهارده وخلاص ضربت في دماغك تعملي اكل حلو، اعملي دي الرقاق باللحمه المفرومه. خير في مختار بيقولوها ايه؟ خير في ما اختاره الله. ما بعرفش اقول امثال. هو رقاق باللحمه المفرومه وجنبه طبق شوربه كده حلو عليه شويه ليمون، يا لهوي على الجمدان، هيبقى جامد ان شاء الله. يلا نروح نسلق بقى اللحمه ونعمل السلطه، اهم شيء الاول. ده اهم حاجه السلطه دي طبعا. اكله سريعه. السلطه هي اللي بتاكل اصلا. ثواني نطبق الاكل كله على بعضه في سريع. والخيره في ما اختاره الله. والخيره في ما اختارها الله. ما بعرفش اقول امثله، والله ما بعرف اقول امثله ولا بعرف ازغرط. يا حستي الصودا ياما. امي ما علمتنيش حاجه خالص. سبحان الله والحمد لله. الحمد لله. بس هي اللي علمتهم. ولا اله الا الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. والله اكبر. الله اكبر. الله اكبر على ام محمود اللي عدت الحدود. اللي عدت الحدود. ويا رب كده كل سنه وانتم طيبين، ويجي العيد كده وانتم كويسين ان شاء الله ومبسوطين كده ورايقين والحمد لله، واحنا في خير وسلام ومصر بخير. مصر ام الدنيا، مصر جميله. مش عارفه اغنيها برضه. طب المهم انت بس شهلي والحقي اعملي الاكل عشان دلوقتي الساعه 3:30. يا ابني ده اكله سريعه، انا كنت مستقليه بيها. ما هو انت لو فضلتي مستقليه بيها هنيجي على المغرب الاقيكي لسه ما خلصتيش. عارف يا زياد الشيطان كان بيعمل ايه في عقلي؟ الشيطان ايه؟ كنت هعمل محشي دلوقتي بس قلت مستحيل تلحقي. لا الحق يا ابني، انا بفوت في الحديد. ما انت كنت هتعملي كميه كل حاجه عندي في الفريزر الحمد لله. الكرنب مسلوق عندي والورق العنب جاهز والحمد لله وخير ربنا كله. والتخديع عند الناس ان انا مخدعه قبل رمضان. المشكله في الوقت، انت بتقعدي تبرمي في المحشي والكلام ده بياخد وقت. في ثواني، بس انا ما كنتش مجهزاه له. كل يوم اكل كل يوم اكل كل يوم. عارف لو مش رمضان والناس مربوطه بالفطار مع بعض كنا عادي كل عملنا. الناس بتفطر مع بعض في وقت واحد. انا بعمل اي حاجه في اي ونمشي اليوم اي حاجه وفي اي وقت. واللي ياكل في حته واللي بياكل بيض واللي مش عارف ايه واللي بيجيب علبه كشري. كل واحد بيسلك نفسه. من غير رمضان الواحد بيقضيها. أيوة. اما احنا مربوطين بالمغرب، لازم كل واحده ست شاطره تعمل اي اكل في رمضان تحطه ساعه الفطار. ما تعرفيش مين اللي يجيلك ساعه الفطار. الجوده في الموجوده. الجوده في الموجوده زي ما انا قلتها. ايوه انا قلت صح. مش لاقي حد يسقف لي. طب يلا قومي اعملي الاكل بسرعه. يا زياد ايه؟ كل حاجه جاهزه. نعمل السلطه. بطل رغي يا زياد. اعملي السلطه. هعمل السلطه الغاسله السلطه ومجهزه السلطه ان شاء الله كلها كده نص ساعه ولا وبصل ساعه، كمان. وهتلاقي نيره جت هتساعدك برضه. نيره ده بتخش على الريح، هتخش وانا بعسك اللحم. ان شاء الله النهارده تيجي بدري عن كل يوم ان شاء الله. ربنا ينجح اولادنا واولاد الجميع يا رب،
ويا رب ما يخيب لحد تعب. اللهم يا رب بحق الشهر المفترج. احنا داخلين على ايام امتحانات برضك، والترم ده قصير. الترم ده شهرين و20 يوم، يعني مش عايزين فيهم لعب لاولادنا. الترم ده يا جدعان قصير، مش عايزين لعب علشان ما يضيعش مجهود السنه. زي ما جبتوا مجموع حلو في الترم الاولاني تجيبوا مجموع حلو في الترم الثاني، تقوم كل واحد يعدي مرحله الخطر. الخطر ولا الخطا؟ الخطر. عيب عليا يا زياد، عيب على يا ستي ما بعيبش، انا بصلح. صلح يا زياد، مش مهم، مش مشكله يا زياد. يعدي مرحله الخطر، ماشي، اللي هي المرحله الصعبه يعني. ماشي، مشيها يا زياد، هنمشيها عشان احنا في رمضان. مشيها. وكل سنه وانتم طيبين. وانا اقوم بقى عشان زياد يشمت فيا. اقسم بالله يا ستي الريحه بتاعت الاكل اللي انت عاملاه النهارده خطير. الريحه قلب الشقه حرفيا. ده اكل بسيط. وانت وصلت لايه كده اصلا؟ حمرت الرقاها. يا سلام على الجمال والحلاوه. شايفين ايه الجمال ده؟ والله العظيم يا ستي انت مبدعه من اول رمضان. دي الرقاق اللي ابو لحم. ده رقاق بلحمه. دي رقاق بلحم. والسلطه الجميله. السلطه دي الراعي الرسمي للاكل بتاعنا يا جماعه، مهمه في الاكل. دي الرئيسيه. دي اللي الرئيس على السفره، دي لازم. وتعالى بقى شوف الرقاق السادة. في ناس بتحب ايه؟ ست اللي مبدعه ومدلعانا. بص يا زياد، فطيره. لا بصراحه فطيرة. 10 من 10. اديك 10 من 10، ولما اكل هديك 11 من 10. اللحمه واللحمه بالشوربه عشان تشرب شوربه. لو انت ما بتشربيش الشوربه بليمون، ممكن تاخدي لك ايه شويه في طبق لوحدك، عشان الست ما بتحبش الليمون. انا عشان سناني بتعوم. خلاص ماشي. عشان ما يبقاش كله بسمنه والدايت يبوظ بتاعنا. ما بقاش في دايت، خلاص كل دايت وانت طيبه. انا كنت واحد. لا ما تقوليش هتتحس. لا، ما انا عملت دايت بعديها في شهر، نزلت 21 كيلو. اللي عايز يعرف دي اتعملت ازاي يكتب لست في التعليقات. بذمتك يا جدي ايه رايك في الريحه اللي احنا شمينها دي؟ مش بذمتك الريحه دي تفطرنا قبل الفطار؟ لا الريحه ما بتفطرش، ما انت هتجيب الكلام من عندك. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب كله بخير، كل سنه وانتم طيبين، ورمضان بيجري والايام الحلوه بتجري. ربنا يصلح حالنا وحالكم ويتقبل مننا ومنكم صالح الاعمال. طبعا انا مختفي في الفيديو على اساس ما حدش بيقول لي هات لنا كذا او اعمل لنا كذا، فما فيش حاجه مطلوبه مني، فباخد جنب كده وببقى في خلوه لوحدي. فانا لسه خارج لقيتهم بيصوروا، فطبعا حبيت ان انا اسلم عليكم. خد بالك ستي عامله لك الروايه اللي انت بتحبه، انت بتحب الاكله دي. ستك بتعمل كل حاجه حلوه، واللي انا بحبه كلها نعمه ربنا، وربنا يقويها ويديها الصحه. طبعا بتبقى نيره في الدرس، فبتيجي يا دوبك ربع ساعه نص ساعه الفطار، فكتر خيرها يعني انها بتعمل لنا كلنا كده. وانا بشكركم جدا جدا على كلامكم الطيب الجميل، وربنا يصلح حالنا وحالكم، وربنا يعيد علينا الايام الجميله دي اعوام واعوام قادمه. اللهم امين. امين يا رب العالمين، وكل سنه وانتم طيبين مره ثانيه. خلاص هانت على المغرب اهو وهنفطر يا عم، ده الاعمار بتخلص. هانت الحمد لله، الشكر لله. المغرب ازاي اهي دلوقتي، والرقاق جاهز وكل الاكل جاهز اهو. يلا ما فضلش بقى الا غير ايه الحاجه التانيه تيجي بس خلاص. تمام بقى بقيت الحاجه. تسلم ايدك يا باشا، الله ينور عليك. شم ريحه الشوربه. استنى خليكي ماسكه ثواني. وزعها يا زياد. اللهم اني لك صمت، اللهم اني لك صمت، وعلى رزقك افطر، وعلى رزقك افطر، ابتلت العروق، وذهب الظمأ، وثبت الاجر ان شاء الله، وثبت الاجر ان شاء بسم الله. الله. اللحمه الرقاق لسه هنقرطه بقى. تسلم ايديك يا ستي. الله يخليك يا زياد.